في مدن حوالين العالم البشر هربوا منها وسابوها تتحول لمدن أشباح، أماكن مهجورة الزمن واقف فيها والدخول ليها ممنوع. تعالوا نشوف أخطر 5 مدن مرعبة في العالم. بريبيات، أوكرانيا. بعد كارثة مفاعل تشيرنوبل سنة 1986 50,000 شخص اطردوا في ساعات. النهاردة المدينة واقفة زي ما هي، مدارس فاضية، ملاهي مصدية، مطاعم وكافيهات مهجورة، وبيوت مليانة عفش لكن من غير أي بشر، كأن الزمن اتجمد هناك. وجزيرة هاشيما، اليابان. جزيرة صغيرة وسط البحر، كانت منجم فحم وسكنها آلاف العمال، ولما المنجم اتقفل سنة 1974 الجزيرة كلها اتسابت فجأة. دلوقتي مباني متشققة، شبابيك مكسورة، وأصوات البحر عاملة زي كابوس حي. سنتراليا، أمريكا. مدينة صغيرة في بنسلفانيا، النار مسكت في منجم تحتها من أكتر من 60 سنة ولسه مولعة لحد النهاردة. الأرض بتتشقق، الدخان بيطلع من الشوارع والهوا سام. دلوقتي مفيش غير كام بيت واقفين وسط الجحيم. جزيرة الدمى، المكسيك. جزيرة مرعبة وسط المية، مليانة آلاف الدمى المشوهة متعلقة في الشجر. القصة بدأت بدمية واحدة بعد موت طفلة غرقانة، لكن مع السنين الجزيرة اتملت بوشوش مشوهة وعيون مكسورة بتبصلك وانت ماشي. مش غريب ان الجزيرة اتشهرت انها ملعونة. فاروشا، قبرص. منتجع سياحي فاخر في السبعينات، كان مليان نجوم ومشاهير، لكن بعد الغزو التركي سنة 1974 اتقفل فجأة بالكامل، ومن يومها بقى واقف زي مدينة متجمدة في الزمن، صامتة ومهجورة بشكل يخوف. ايه رأيك لو اتسمح لك تدخل واحدة من المدن دي؟ هتدخل ولا هتهرب بأقصى سرعة؟ تابعني عشان تشوف أماكن أخطر وأغرب.